الفل. خلص لقاء الزمالك وبيراميدز بالتعادل 2-2 بين الفرقتين. على الورق وفي الجدول كل فرقه خدت نقطه، لكن عمليا بيراميدز خسر نقطتين والزمالك كسب نقطه. ليه بنقول كده؟ لان الزمالك ما كانش حد متوقع منه، او ان حد كان بيطمح في ان الزمالك يحصل منه اكثر مما حصل، انه ياخد النقطه دي. عكس نادي بيراميدز هو المنافس المباشر للنادي الاهلي على بطوله الدوري السنه دي، كل المعطيات بتقول كده. فرقه مدعمه بشكل قوي جدا، فرقه عندها دعم مالي قوي جدا، مستقر اداريا. اصلا السكواد بتاعهم اصلا عالي من السنين اللي فاتت، الدوافع موجوده. بقاله على مدار الاربع سنين اللي فاتت ترتيبه بيتحسن كل سنه عن السنه اللي قبلها، مره الرابع بعدين الثالث، بعدين قعد سنتين الوصيف. فبالنسبه لهم بقى ان الاوان ان احنا نحصد بطوله الدوري هذا العام. ايه اللي يمنعنا ان احنا ناخد البطوله؟ ما كل العوامل بتقول ان احنا لازم نفوز. لكن حط تحت لكن 100 خط. هي دي طبيعه لقاءات الزمالك وبيراميدز. مهما كان الزمالك وحش، مهما كان الزمالك عنده لعيبه غايبه، الزمالك بيعرف يطلع بنتيجه ايجابيه قدام بيراميدز. يا مكسب في الغالب يا تعادل بيحصل برضه زي ما حصل النهارده كده. وده ليه؟ وده عيب في بيراميدز. لان بيراميدز بيلعب لقاءات الزمالك بعدم جديه، ما بتحسش ان الرغبه في الفوز كبيره، الدوافع قليله. عشان كده تحس ان اللعيبه ما بيفرقش معاها قوي في لقاءات الزمالك انها تخسر تتعادل، مفيش مشكله. على النقيض من لقاءاتهم النادي الاهلي، لان بيراميدز اصلا انشئ نكايه في النادي الاهلي. هو انشئ بغرض ازاحه النادي الاهلي من قمه الكره المصريه. فكره ان احنا بالفلوس نقدر نجيب لعيبه من كل حته ونزيح النادي الاهلي، وده اللي ما حصلش لحد دلوقتي، وان شاء الله مش هيحصل يعني. فتلاقي بيراميدز قدام النادي الاهلي في غل كروي، في دوافع كبيره جدا. المكسب قدام النادي الاهلي بالنسبه لهم يساوي المكسب ببطوله الدوري. مكافآت ماديه تبقى مرصوده جامده جدا، شحن موجود، والكلام ده بنشوفه في طبيعه اللقاء في ارض الملعب، في الالتحامات، في التاكلينج، في المشادات اللي بتحصل بين اللعيبه وبعضها، بالمشادات والمشاحنات اللي بتحصل بين الجهازين الفنيين بره. كل ده بيبين لك قد ايه لقاء الاهلي مهم جدا لعيبه بيراميدز، يساوي الفوز بالبطوله. عكس لقاءاتهم قدام نادي الزمالك. انت كبيراميدز النهارده انت مستحوذ على الشوط الاول بالكامل، استحواذك قد الزمالك مرتين، حاجه و60% مقابل حاجه و30%. بتضيع فرص، وتحس حتى في ضيعه الفرص برعونه. ما بتحسش ان اللعيب اللي بيضيع فرصه بيبذل عليها جهد قوي انه يحرز هدف. متقدم 1-0 بكره ثابته من عبد الله السعيد اللي تقريبا ما عملش حاجه غيرها في ارض الملعب لغايه ما طلع. الطبيعي مع الفرص والضغط والزمالك راكن الاتوبيس ورا ان انت تضغط تعرف تاخد الثاني والثالث وتقضي على المباراه. ده ما حصلش. دخلت الشوط الثاني، رجعنا بقى لطبيعه لقاءات الزمالك وبيراميدز. في 10 دقائق ربع ساعه بلمحات فرديه من لعيبه الزمالك، نضاي ودونجا، كورتين عملوا ريمونتادا للزمالك، بدل ما كان متاخر بهدف بقى متقدم بهدفين. الزمالك رجع تاني، ركن الاتوبيس ورا تاني وقال لك ايه، خلينا كده نلعب بطريقه والله زمانيه سلاحي، والدفاع خير وسيله للدفاع، لغايه ما نعمل ايه، نطلع باللقاء لبر الامان، ويبقى ايه، كفى المؤمنين شر القتال. بيراميدز استحوذ تاني ورجع الاستحواذ ورجع الضغط، لكن ما كانش في خطوره في الشوط الثاني البيراميدز على مرمى نادي الزمالك. يعني اللي هم في كوره كده ولا حاجه، لكن كانش في خطوره. كان في ضغط وكان في استحواذ، لكن ما كانش في خطوره لغايه ما رمضان صبحي مجهود فردي مع وليد الكارتي عرف يحرز هدف التعادل. نتيجه مرضيه جدا لنادي الزمالك في ظل الظروف الموجوده، ومحبطه جدا لبيراميدز في بدايه مشواره في المنافسه على لقب الدوري. اوسوريو مدرب نادي الزمالك بيلعب بطريقه خالف تعرف. يعني فكره ان انا عشان ابان ان انا العبقري، فطول كل مباراه لازم اتفلسف، كل مباراه لازم اتفلسف وادفع الثمن، واجي اللقاء اللي بعده اتفلسف في طريقه اللعب، واتفلسف في التغييرات في التشكيل. زي ما يكون ايه، يعني لو انت ما اتفلسفتش هيقول له ما تفلسفش اهو. لازم ابان قوي ان انا العبقري اللي بلعب بطريقه مختلفه عن طريقه بقيه الفرق المنافسه اللي بتلعبني بقى، والزمالك بيدفع الثمن. لكن انا ما اعتقدش ان جمهور الزمالك هيقدر يستحمل من اوسوريو التخاريف اللي بيعملها كل لقاء. ما اعتقدش ابدا ان ظروف المنافسه ولا الضغط النفسي اللي موجود عند الاداره وعند الجماهير هتسمح ان هم يتحملوا التاليف ده. هي كانت ضربه حظ بالنسبه لاوسوريو التغييرات اللي حصلت، فالتغييرين من التغييرات اللي حصلت عرفوا يحققوا التعادل.
مقابل تغيير التالت طبعا بتاع شيكابالا معروف، شيكابالا بينزل من هنا الدنيا بتتقلب، والفرقه اللي بتبقى متاخره قدام نادي الزمالك بتتعادل يا بتكسب. ده شفناه كتير قوي، ده تغيير بيبقى مبارك بالنسبه للفرق المنافسه لنادي الزمالك. عامه لقاء النهارده بينبئ ان الدوري ما اعتقدش ان الزمالك يعني اداؤه شفناه في اللقاء دون غير ربع ساعه اللي هم ربع ساعه اللي في بدايه الشوط الثاني، هتنبئ ان هو هيبقى منافس قوي على الدوري، لكن المنافسه هتبقى بين الزمالك بين بيراميدز والنادي الاهلي، لكن اعتقد النادي الاهلي نفسه اطول والدوافع عنده في كل لقاء والطموح كل ده بيرجح كفته في انه يحصد لقب الدوري رقم 44. النهارده برضو في خبر سعيد بالنسبه لجماهير النادي الاهلي، وهو حصول قنوات ابو ظبي الرياضيه على حق اذاعه لقاءات بطوله السوبر ليج الافريقي اللي هتتلعب في شهر 10 اللي هيبداها النادي الاهلي ونادي سيمبا تنزاني في افتتاح البطوله. ابو ظبي الحمد لله خدت البطوله، ومفاجاه مفرحه لجماهير النادي الاهلي وكل الفرق اللي هتشارك في البطوله ان ابو ظبي هتذاعها على القنوات المجانيه ليها، مش هتذاعها في القنوات المشفره. دي حاجه تحسب لهم ومشكوره جدا، وطبعا فرحت كل الفرق العربيه اللي هتشارك في البطوله انها تقدر تشاهد فرقها من غير ما تتعب في فكره القنوات المشفره او ان هو ينزل يتفرج على مباراه في القهوه وكده. فدي حاجه جميله جدا يعني من قناه ابو ظبي، بنشكرهم عليها. وكمان خبر مفرح كمان ان هم هيخلوا الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن عزيز درباله هم اللي هيقدموا الاستوديوهات التحليليه للقاءات الفرق العربيه، ودي حاجه جميله جدا ان احنا نشوف كابتن سيد، لان كابتن سيد تميمه من تمائم وش السعد للنادي الاهلي، وناس من الرموز النادي الاهلي ان احنا بنحبهم ودايما نحب ونشوفهم مرتبطين بينا في كل الوظائف اللي هو قام بيها، سواء مقدم برامج سواء مدير كوره او اي حاجه. سيد عبد الحفيظ من الناس اللي احنا كجماهير النادي الاهلي بنحبهم ودايما بنحب نتابعهم ونشوفهم في اي حاجه مرتبطه بيهم. كل التوفيق للنادي الاهلي، كل التوفيق للكابتن سيد عبد الحفيظ، وان شاء الله اشوفكم في فيديو في اللقاء القادم بالنسبه للنادي الاهلي ان شاء الله يوم الاحد قدام سان جورج الافريقي في بدايه مشوار دوري الابطال في طريقنا للحصول ان شاء الله على النجمه ال12. السلام عليكم.